بصراحة كده المرة دي قلنا نركب الترند شوية. طبعا كلكم عارفين إن شركة أبل عملت مؤتمر الأسبوع اللي فات وأعلنت عن الأيباد الجديد بتاعها، أيباد برو. هتقولي طيب ده مش جديد، ده موجود من زمان. صح، معاك حق. ما هو الجديد بقى في الموضوع إن الأيباد برو الجديد نزل بمعالج جديد أول مرة يستخدم في أي منتج من منتجات أبل، ألا وهو معالج الام 4. طيب لو كنت فاكر بقى إني جاي أكلمك عن الأيباد الجديد ومميزاته وعيوبه وأسعاره والحاجات دي، فإذا أنت غلطان. لو عايز تعرف الحاجات دي هتلاقي مليون فيديو انتشروا في لحظة بعد ما خلص المؤتمر بيكلموك فيهم عن الحاجات الترويجية دي. أنا جاي هنا أشرح لك عن تفاصيل معالج شركة أبل اللي مجننة العالم بيه. تابع معايا لآخر الفيديو عشان تعرف تفاصيل التفاصيل عن معالج شركة أبل الجبار. معاك سامي عبد الوهاب، مهندس متخصص تحكم داخل البيوت. لينا حوالي 5 سنين شغالين نسمع عن معالجات أبل اللي هي M1 و M2 و M3 ودلوقتي ال M4. ايه اللي بيميز المعالجات دي؟ وايه اللي بيخلي ابل تفتخر قوي بالمعالجات دي وتستخدمها كماده دعائيه بالمقام الاول؟ عاجبك حالك وانت شغال تجري زي الاطفال تشتري احدث معالج بدون ما تعرف حتى ايه مميزات المعالج ده، ولا ليه هو قوي، ولا ليه ابل مبسوطين بيه؟ انا برايي ان عندك ثقه عمياء في شركه ابل، وانا مش جاي هنا اهزل لك ثقتك في ابل لا سمح الله، بس انا جاي هنا افهمك القصه من طقطقه لسلام عليكم، عشان بعدين ما تبقاش تمشي على هواك. طيب بداية كده خلينا نتعرف على حاجة صغيرة جدا 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 اسمها ترانزستور. شوف عشان ابسط لك الموضوع، تعال نتخيل مع بعضنا انه في شوارع، والشوارع دي فيها اشارات مرور وسيارات. اهو الترانزستور ده هو اشارة المرور، والشوارع هي الاسلاك، والسيارات هي التيار الكهربائي اللي ماشي في الاسلاك. الاشارة لما تكون حمراء معناها السيارات مش هتعدي. نفس النظام ينطبق على الترانزستور، هو زي الاشارة، لو قفل بيوقف التيار مش بيخليه يعدي، ولو فتح بيبقى زي الإشارة الخضراء بيخلي الطيار يعدي. ترانزستور بيتكلم بلغة اسمها الباينري، الناس اللي متعمقة شوية في التكنولوجيا هتعرفها، بس ما علينا. في لغة الباينري لما ترانزستور يقفل بيديلك زيرو، ولما يفتح بيديلك 1. وقفلته وفتحته اللي زي المفتاح اللمبة اللي فوقك دي هي اللي بتخليه يدير العمليات اللي جوه الجهاز بتاعك. يعني تخيل إن الشارع ده فيه تقاطع فيه 4 إشارات. الموضوع هيكون سهل ومنتظم. هتفتح الإشارة الأولى والتلاتة الباقيين هيفضلوا مقفولين، وبعدين تفتح الإشارة التانية والتلاتة الباقيين يكونوا مقفولين، وهكذا. الموضوع سهل مش كده؟ طيب تخيل بقى إن عندك 4 إشارات عند أول تقاطع، و4 إشارات زيهم عند التقاطع اللي بعده، و4 عند التقاطع اللي بعده. والهدف إنه السيارة اللي تعدي من أول تقاطع لازم توصل لآخر تقاطع، والإشارات قدامها تكون كلها خضراء بدون توقف أبدا، وفي نفس الوقت بدون ما تأثر على سير باقي السيارات اللي في الإشارات التانية. موضوع معقد مش كده؟ أهو ده نفس النظام في الترانزستورز دي. لما يكون عندك عدد ترانزستورز قليل هيدير لك عمليات قليلة وبسيطة جدا على جهازك، لكن كل ما زاد عدد الترانزستورز كل ما زادت العمليات المعقدة اللي يقدر جهازك يعملها، وبالتالي بتزيد كفاءة جهازك. طيب ماشي معايا لحد دلوقتي ولا قفلت الفيديو؟ اللي حصل بقى ان كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم بقوا يتنافسوا مين يزود عدد الترانزستورز في المعالج بتاعه اكتر. الموضوع بقى منافسة شرسة جدا، وعشان يزودوا عدد الترانزستورز في المعالج كان لازم ولا بد يقل حجم الترانزستور الواحد. فعملوا ايه بقى؟ قال لك احنا كل ما قللنا المسافه بتاعت الجزء ده في الترانزستور اللي هي بين السورس والدرين كل ما صغر حجم الترانزستور، ولما يصغر حجم الترانزستور فاذا المعالج هيستوعب عدد اكبر من الترانزستورز. اختراع يا خالص. فالشركات بقت هفتت على الموضوع ده مين يطلع اصغر ترانزستور قبل التاني، وبداوا يطلقوا عليها تكنولوجيا النانوميتر. طبعا بيقولوا انها نسبة لطول المسافة دي جوه الترانزستور. يعني لو الطول هنا 14 نانومتر يبقى يقول لك احنا عملنا 14 نانومتر بروسيس. وبدأوا بقى يقللوا في حجم الترانزستور كل شوية لحد ما جت سنة 2020. سنة 2020 هي السنة اللي توصلوا فيها لتكنولوجيا ال 5 نانومتر. أيوة أنت سمعت صح، 5 نانومتر. يعني حجم الترانزستور محتاج ميكروسكوب فضائي عشان تشوفه، حاجة مجنونة بالمعنى الحرفي. وأول شركتين أعلنوا إنهم توصلوا لل5 نانومتر هما سامسونج وشركة تي اس سي ام، وهي اختصار لشركة تايوان سيمي كوندكتور مانيفاكتشرنج كومباني.
وقعدوا يتخانقوا مين اللي توصل للموضوع ده الأول. بس مش ده موضوعنا. بدأت كل الشركات بقى تصنع بالتكنولوجيا دي، وأول شركة استخدمت تكنولوجيا ال5 نانومتر في معالجاتها وبلا فخر هي شركة أبل. قالت خليكم انتوا تخانقوا مين اخترعها الأول وأنا هاخدها وأصنع بيها قبلكم. أول معالج تم تصنيعه بالتكنولوجيا دي هو معالج ال A14، وهو المعالج المستخدم في سلسلة ايفون 12. معلش بقى اللي معاه ايفون 11 أو قبل كده راحت عليه. المهم نرجع لموضوعنا. أنت عارف كام ترانزستورز في معالج ال A14؟ أكتر من 11 مليار ترانزستورز. من شوية كنت بديلك مثال بقول لك تخيل لو 12 إشارة مرور بس، الموضوع هيكون معقد إزاي؟ أمال لو كانوا 11 مليار إشارة مرور، تخيل بقى كمية العمليات المعقدة اللي ممكن المعالج ده يقوم بيها. طيب نرجع بقى لموضوع سلسلة معالجات الام بتاعة الايبادات ولابتوبات ماك. بداية من ام 1 ابل بدأت تثبت بقى تكنولوجيا ال 5 نانومتر، وبدأوا بقى يزودوا في عدد الكورز. طبعا هتقولي ايه الكورز دي؟ شوف يا معلم، معالج الام بيتكون من جواه من كام جزء كده هقولهم لك على السريع. اول جزء هو السي بي يو، وده اختصار لسنترال بروسيسنج يونت، وده اللي هو قلب المعالج واللي بيعمل معظم العمليات اللي في جهازك، واللي كل ما زاد عدد الكورز بتاعته كل ما جهازك أداؤه بقى أقوى وأحسن وأفضل. في عندك أجهزة 6 كور، 8 كور، 12 كور، لحد 16 كور وفي أكتر. طبعا كل ما زاد عدد الكورز كل ما زاد سعر الجهاز. في بقى جزء تاني في المعالج اسمه نيورال انجن، وده بقى هو المساعد بتاع السي بي يو، بياخد منه بعض المهام زي الفيس ريكوجنيشن وغيره. يعني تخيل معايا انك في مطعم وفي اتنين بيجولك لحد ترابيزتك، واحد بيحفظ اسماء الزباين ووشوشهم، والتاني بيسجل الاوردر بتاعهم. فاللي بيسجل الاوردر هيركز في الطلبات تركيز كامل ومش هيتعب نفسه يحفظ وشوش الزباين وكل اوردر بتاع مين، لانه في المساعد بتاعه هو اللي عنده المهمه دي. اهي دي بقى نفس العلاقه بين السي بي يو والنيورال انجن. عشان كده دي احد اسباب قوه معالج ابل الجبار. والنيورال انجن بالمناسبة عنده مهمة تعريف الوجه ومهام سيري. الجزء الثالث هو الجي بي يو، وهو الجرافيكس بروسيسنج يونت، وده المسؤول عن دقة الفيديوهات والألعاب التقيلة والكلام ده. بعدين بقى نيجي للجزء الرابع، ودي نقطة مهمة نوعا ما، ألا وهو اليونيفايد ميموري اركيتكتشر، يعني ذاكرة موحدة ومشتركة بين الثلاث أجزاء اللي قلناهم قبل كده. ذاكرة موحدة بين السي بي يو والجي بي يو والنيورال انجن. دي ايه فائدتها بقى؟ دي بقى فائدتها سرعة فائقة في نقل البيانات. لما كله يحفظ بياناته في نفس المكان، ده بيسهل نقل البيانات بسرعة فائقة من لما يكون في ذاكرة منفصلة لكل جزء. وفي بقى أجزاء تانية زي ال SSD controller وال ISP والثندربولت وال USB 4 controller. طيب نيجي لآخر نقطة بتميز معالجات الام من أبل، وهي استهلاك الطاقة أو عمر البطارية. طبعا معروف عند الكل إن استهلاك الطاقة في أجهزة معالجات الام من أبل ضئيل جدا، والبطارية ما شاء الله بتطول عكس باقي الأجهزة في السوق. طيب أول سبب للموضوع ده حاجة كده اسمها ARM تكنولوجي. شوف أنا لا هتوهك معايا ولا هعمل فيديو جديد يشرح التقنية دي، أنا هفهمها لك ببساطة شديدة. بس عشان أفهمها لك لازم تعرف إن في نوعين من تصميم الشرائح الإلكترونية في السوق. أول نوع اسمه ARM Architecture، والنوع التاني اسمه x86 Architecture. وده الفرق بينهم زي الفرق بين سيارة أكسنت اقتصادية في البنزين وعلى قد حالها، وبين سيارة فورد تراك وحش الصحراء ما شاء الله بس بتاكل في البنزين أكل. أهو الأكسنت دي زي تصميم الأرض، اقتصادي في استهلاك البطارية، عشان كده بيستخدم بشكل أساسي في أجهزة الجوالات والموبايلات. بيعتمد على حاجة اسمها RISC أو Reduced Instruction Set Computing، ودي مجموعة مبسطة جدا من الأوامر المتنقلة، والهدف منها تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير. السيارة الفورد بقى هو النوع الثاني، وهو تصميم الإكس 86 أو 86، عملته شركة انتل. هو عبارة عن Complex Instruction Set Computing أو CISC، واللي كان مستخدم تقريبا في جميع أجهزة اللابتوبات. عشان النوع ده من الشرائح قوي جدا، لذلك مستحيل تلاقي مقارنة متكافئة بين جهاز لابتوب وجهاز موبايل أو جوال في إيدك من ناحية قوة المعالج.
ولكن مشكلته إنه بيحتاج باور عالي جدا. لذلك كل اللابتوبات تلاقيها بطاريتها مع الوقت بتبقى ضعيفة جدا وتقريبا مش بتشيله من فيش الكهرباء. طيب خلصنا مقارنة وعرفنا الفرق بين الاتنين. أبل بقى عملت إيه بعد الهري ده كله؟ أحب أقول لك إن أبل في 2020 قررت تفاجئ العالم كله وتخترع شريحة إلكترونية بتصميم الأرم على اللابتوب بتاعها. أيوه زي ما أنت سمعت كده، الأرم اللي بيستخدم في الموبايلات أو الجوالات، أبل قررت إنها تتحدى العالم وتستخدمه في اللابتوب كمان. هنا سأسكت قليلا. والهدف الرئيسي من الموضوع ده هو تقليل استهلاك الطاقة والمحافظة على عمر البطارية إنها تدوم لأطول وقت ممكن. ومن بعدها بدأت كل الشركات تستخدم تقنية الأرم في شرائحها بما فيهم شركة انتل اللي عندها ال x86 المنافس لأرم. بالمناسبة شركة أرم قيمتها تتعدى ال 100 مليار دولار، ولكن المعلومة المثيرة إنها شركة تصميم شرايح بس، عمرها ما صنعت شريحة إلكترونية واحدة توحد ربنا. هي كل دورها إنها بتبيع تصاميمها والرخص بتاعتهم، والشركات التانية تاخد التصميم ويصنعوا هم الشرايح. الخاصية التانية بقى اللي في المعالج إن الكورز جوه المعالج متقسمة لجزئين، جزء أداؤه عالي جدا وبياخد المهام والعمليات الصعبة في الجهاز واسمه هاي بيرفورمانس كورس، وجزء تاني بياخد المهمات السهلة في سبيل إنه يحافظ على الطاقة أطول وقت ممكن وبيتسمى efficient course. فالمهمات السهلة مش بيحتاج يعملها الجزء اللي أداؤه عالي ويستهلك طاقة عالية على حاجة تافهة زي دي. الخاصية التالتة اسمها Power Gating، وهي خاصية بتسمح إنه أي جزء من المعالج مش مستخدم حاليا يطفي بشكل كامل عشان يقلل استهلاك الطاقة. كل الخصائص دي هاردوير. في بقى خصائص سوفت وير زي البي ام يو باور مانجمنت يونت اللي بيراقب استهلاك الطاقة بشكل مستمر بين السي بي يو والجي بي يو وبيحاول يقللها على قد ما يقدر. لو هنقارن مثلا جهاز الماك بوك مع شريحته الام 3 مع جهاز ايسوس زين بوك 14 مع شريحة الالترا من انتل، هنلاقي تفوق واضح للماك من ناحية استهلاك البطارية في كل الحالات، لما يكون المعالج شغال بكامل قوته، لما يكون في شغل تقيل على الجهاز، لما يكون في شغل خفيف على الجهاز. وفي بقى معلومة رهيبة، هل تعلم سيدي المستمع إنه أداء جهاز الماك بوك لما يكون متوصل على سلك الشاحن هو نفس أداؤه تقريبا لما يكون مش متوصل على الشاحن ومعتمد اعتماد كامل على البطارية، على عكس باقي الأجهزة اللي أداؤه بيقل تقريبا النص لو ما كانتش متوصلة على الشاحن. الخلاصة بقى إن المعالج اللي أبل عاملاه ده دعاية لنفسها بيستحق بجد يكون دعاية، لأنه حاجة جبارة في عالم التكنولوجيا. وعلى فكرة الفرق بين M1 و M2 بالنسبة ل M3 و M4 بقى بجد خرافي وأخد بعد تاني خالص. أحب أقول لك إنه ال M3 وصلت لتكنولوجيا 3 نانومتر، يعني عدد الترانزستورات زاد بكمية خرافية. تخيل إنه في ال M4 وصل عدد الترانزستورز لأكتر من 28 مليار ترانزستورز، مقارنة بال M1 اللي كان فيها تقريبا نص العدد ده 16 مليار. النيورال انجن او مساعد الجرسون زي ما سميناها قبل كده، بعد ما كان في ام 1 بيعمل 11 تريليون عمليه في الثانيه الواحده، بقى في الام 4 بيعمل 38 تريليون عمليه في الثانيه الواحده. وكالعاده لو فهمت حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب عشان يجيلك الجديد اول باول. يلا سلام.